موت المليارديرة وبداية الزلزال. صباح اليوم أعلنت المستشفيات الإيطالية عن وفاة المليارديرة الشهيرة آخر أفراد العائلة النابوليتانية العريقة عن عمر ناهز 94 عاماً، لكن وفاتها لم تكن مجرد خبر عابر، بل بداية زلزال قانوني وسياسي في إيطاليا. فبعد ساعات من وفاتها كشف محاموها عن وصية صادمة: ثروة تقدر ب 62 مليار يورو تضم قصورا تاريخية وشركات كبرى انتقلت بالكامل إلى حارسها الجزائري الذي تبنته منذ طفولته. الوصية تضمنت بندا إنسانيا يقضي بإنشاء صندوق عالمي للأيتام بتمويل من عائدات الثروة، وهو ما أثار إعجاب الرأي العام الدولي. لكن داخل إيطاليا تحول القرار إلى معركة مفتوحة. العائلة وصفت الخطوة بالخيانة وتعهدت باللجوء إلى القضاء لإلغاء الوصية، معتبرة أن الإمبراطورية لا يمكن أن تغادر السلالة.